صباح الفل. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كوسه بالبشاميل، طعمها لذيذ جدا ومستويه وهشه وعامله ازاي، والشكل ولا اروع وجميله، نكهتها تحفه. شوفوا جميله ازاي، هتجربيها مش هتبطلي تعمليها، جميله جدا ونكهتها ولا اروع من كده. هنشوف مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم ازاي هنبدا وهنعملها سوا مع بعض. هجيب كيلو كوسه، كل واحد على حسب عدد افراد اسرته. الكيلو مش بيقطع معانا كميه كبيره، بيقطع صينيه صغيره او متوسطه. انما لو انت عدد افراد اسرتك كبير ممكن تجيبي 2 كيلو كوسه وهيتاكلوا كلهم، هيخلصوا على ضمانتي. عندي هنجيب هنا ربع كيلو لحمه للكيلو الكوسه، وهجيب كمان بصلايه كبيره مفرومه وثلاث حبات طماطم بس. وهجيب كمان عندي التوابل بقى، كزبره، كمون، فلفل اسود، توابل لحمه، كمون، كركم، التوابل اللي انت بتحبيها. هنبتدي كده. الكوسه مش هقشرها، الكوسه همسكها اقطعها ترانشات بالمنظر ده. ممكن اقطعها بطول الكوسه، والافضل ان انا همسك الكوسه لو كبيره هقسم الكوسه نصين واقطع برضو كل قطعه 3 قطع بالشكل اللي هتشوفوه معانا دلوقتي، لان هي لما هتتحمر شويه ممكن تتقطع مننا، فعشان احافظ عليها هقطعها نص بالشكل ده. واضيف عليها السمنه بتاعتي، معلقتين سمن كبار، وارفعها على النار وابدا اشوح الكوسه بالسمنه. طعم الكوسه نفسه بيبقى طعمها رهيب جدا كده لما تحمر في السمنه، بيبقى طعمها حلو قوي. احمرها نص تحميره زي ما احنا شايفين كده مع بعض. الكوسه الرقيقه ممكن تتقطع مني، انما السميكه بيبقى شكلها حلو ومش بتتهري معايا، بس لازم تتشوح شويه على النار، يعني تشويح هتاخد حوالي بتاع 10 دقايق كده على نار عاليه. كده تمام قوي. هنزل الكوسه من على النار، وهاخد السمنه اللي انا حمرت بيها الكوسه اضيفها على اللحمه واسوي بيها اللحمه عشان ما تبقاش نسبه الدهون عندي عاليه قوي. اشوح اللحمه كده على النار، ولما تتشوح عندي اضيف عليها الثلاث حبات طماطم، مش هزود طماطم كتير، واسيبها تتسبك كويس على النار. كده الكوسه عندي تمام واللحمه كمان استوت. هجيب صينيه متوسطه وابدا ارص فيها الكوسه بالشكل ده. ممكن ترصيها مقلوبه، ترصيها معدوله، مش مستعجله، رصيها بالطريقه اللي تريحك او تعجبك، المهم واحده جنب واحده. اختار السميكه هي اللي احطها تحت، طبقه تحت، وابتدي افرش عليها اللحمه بالشكل ده. انا لقيت ان كميه اللحمه مع البصل كتيره شويه والصينيه عندي صغيره، فما استخدمتش اللحمه كلها. انت براحتك، عايزه تضيفي اللحمه كلها اوكي، ده شيء يرجع لك. اجيب بقيه الكوسه بفردها على الوش برضو طبقه كده. عندي بقى هعمل بشاميل، معلقتين دقيق على النار، احمرهم تحمير خفيفه او ممكن ما تحمرهمش، بيبقى طعمهم جميل جدا. واضيف عليهم كوبايه لبن واخليهم يستووا على النار. اركز في الملح يا جماعه، لان انا هضيف ملح على الكوسه وهضيف ملح على البشاميل وهضيف ملح على عصاج اللحمه، فاحط كميات ملح قليله عشان خاطر تطلع معايا في الاخر مظبوطه. هفرد بقى البشاميل على الوش هنا بالشكل ده للكوسه، وادخلها الفرن على درجه حراره عاليه واسيبها في رف اوسط، وهتطلع عندي بالهنا والشفا. شايفين لونها عامل ازاي، جميله جدا. ولو ما اتحمرتش قوي من فوق ممكن اشغل عليها الشوايه. شايفين شكلها بعد ما طلعت، عايزه اقول لكم روعه، والريحه مفيش اجمل من كده ولا اروع من كده. بألف هنا، جربوها مع عيش محمر حلو قوي، او على رز، او جنب مخلل. وده انا عامله لكم مخلل، هحط لكم اللينك بتاع المخللات في التعليق. وبألف هنا. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وجربوها وقولوا في التعليقات طعمها عامل ايه، وانا واثقة انها تعجبكم جدا. ايدكم على زر الاعجاب والاشتراك في القناة.